السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الدرس الثاني وهو القوى المغناطيسية. لو ما اتفرجتش على الوحدة الأولى ومراجعتها واتفرجت على الدرس الأول روح شوفه ويلا بينا. النهارده يا شباب هنتكلم عن القوى المغناطيسيه. اتكلمنا عن الكهرباء وعرفنا ان الكهرباء شحنات موجب وسالب، والشحنات دي حواليها مجال وحواليها خطوط. روح شوف في الدرس الاول. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها المغناطيس. المغناطيس يا مستر يعتبر ان حجر المغناطيس ده اكتشفناه في منطقه اسمها مغنيسيا باليونان، عشان كده المغناطيس اتسمى على الاسم ده. طيب المغناطيس الطبيعي يا مستر بيقدر يجذب بعض الاجسام المعدنيه، مش كلها بعضها. طيب يا مستر بدأ صناعة المغناطيسيات في القرن ال19، مش عليكم طبعا تواريخ. طيب المغناطيسيات يا مستر معظم المغناطيس بيتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. القطب الشمالي هنلاقي دايما عنده الحرف ان يعني نورث، والقطب الجنوبي هنلاقي الحرف اس يعني ساوث. ساوث جنوبي ونورث شمالي. طيب يا مستر القطب الجنوبي دايما هنلاقيه باللون الازرق، والقطب الشمالي دايما هنلاقيه باللون الاحمر. طب المغناطيسيات الصناعيه شكلها عامل ازاي؟ قال لي يا اما على شكل قضيب زي ده، يا اما على شكل حدوه حصان زي ده، يا اما على شكل ابره زي اللي موجوده في البوصله، يا اما على شكل حلقه دايره كده. قال لي ان في مشكله، ان المغناطيس لو جبنا مغناطيس كبير وكسرناه، قال لي كل مغناطيس صغير هيبقى ليه قطبين برضه. طب لو كسرنا المغناطيس الصغير كل مغناطيس اصغر هيبقى ليه قطبين. يبقى المغناطيس دايما ليه ايه يا مستر؟ ليه قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. الشمالي غالبا احمر والجنوبي غالبا ازرق. المواد اللي بتنجذب للمغناطيس هم مادتين، مواد مغناطيسيه ومواد غير مغناطيسيه. المغناطيسيه زي نيكل، حديد، كوبلت، صلب. مواد غير مغناطيسيه زي فضه، نحاس، الومنيوم، ذهب. ودي كانت الطريقه اللي بيكشفوا بيها عن الذهب المغشوش وغير المغشوش عن طريق المغناطيس. لو اتحط على الذهب المغناطيس ولزق يبقى ده ذهب مغشوش، لو ما اتحطش، لو اتحط قصدي وما لزقش يبقى ده ذهب اصلي. جرب بقى الذهب اللي عندك. ماذا يحدث عند تقريب مغناطيس الى خليط من نحاس وبرادة حديد ورمل؟ قال لي مين اللي هينجذب بس؟ جدع، الحديد، لانه ماده مغناطيسيه. بعد ما بيحصل يا شباب جريمه بيروح خبراء الادله بتوع الايه؟ الطب الجنائي والطب الشرعي والحاجات دي، بيروحوا يا مستر المكان اللي حصل فيه الحادثه ويبتدوا ياخدوا البصمات كلها اللي في المكان. ازاي؟ قال لي بيجيبوا مثلا الكوبايه اللي كان ماسكها الراجل اللي هو سرق او قتل او عمل اي حاجه، بتتجاب الكوبايه دي ويبتدي يتحط عليها فرشه اسمها فرشاه مغناطيسيه. الفرشاه دي بتتغرق في برادة حديد وبتبتدي يرسموها كده على الكوبايه. البراده دي بتلزق في بصمات الشخص وتبتدي تبين لي البصمات زي كده يا مستر، ومن البصمات دي بيعرفوا مين المتهم. طيب خواص المغناطيس. قال المغناطيس يا مستر قوة الجذب بتاعته بتكون أكبر عند القطبين وأقل عند المنتصف. يبقى قوة المغناطيس بتكون أكبر عند القطبين وأقل عند المنتصف. تنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس وتكون كثافة البرادة. لو حطينا يا مستر مغناطيس زي ده كده في برادة حديد يحصل إيه؟ قال القطبين يكون فيهم حديد كتير قوي والمنتصف الحديد يبقى قليل. طيب يتخذ، قال لي المغناطيس بيتخذ اتجاه سالب ثابت عند تعليقه. لما بعلق مغناطيس بحبل كده المغناطيس بيقعد يلف لغايه ما ياخد اتجاه ثابت. طب ليه؟ قال لي لان الارض تعتبر مغناطيس، والقطب الجنوبي لمغناطيس الارض هو القطب الشمالي الجغرافي للارض. يعني مش ده القطب الشمالي بتاع الارض هو القطب الجنوبي للمغناطيس، وده القطب الجنوبي بتاع الارض هو القطب الشمالي للمغناطيس. وعند تعليق مغناطيس ليتحرك بشكل حر يتخذ اتجاه ثابت. المغناطيس الحر الشمالي بتاعه بيدل على الشمالي بتاع الارض، والجنوبي بتاعه بيدل على الجنوبي بتاع الارض. طيب وده يا مستر اللي عملناه في صناعه البوصله، والبوصله هي ابره مغناطيسيه حره الحركه
موضوعه في علبه من النحاس او البلاستيك. ليه يا عم ما نصنعها من الحديد؟ قال لي لو صنعناها من الحديد الابره هتلزق وانا عايزها تبقى حره عشان تتحرك. طيب اهي يا مستر البوصله اهي، لما بمسك البوصله والاقي البوصله كده قايله لي ان كده شمال، انا عرفت ان كده جنوب وكده شرق وكده غرب. خلاص؟ طيب علل توضع الابره داخل علبه من النحاس او البلاستيك. قال لي حتى لا يحدث تجاذب بين الابره والعلبه، عشان ما يحصلش تجاذب بين الابره والعلبه. اهميتها قال لي هي اداه قديمه تستخدم لتحديد الاتجاه. اهميه البوصله اداه تستخدم لتحديد الاتجاه. عندي يا مستر قانون اسمه قانون التجاذب والتنافر. ايه هو قانون التجاذب والتنافر؟ قال لي ماذا يحدث عند تقريب قطبين مغناطيس متشابهين او مختلفين. الاول قال لي يحدث تجاذب، يبقى لو مختلفين يحدث تجاذب. زي في الكهرباء لو موجب وسالب يحصل تجاذب، سالب وسالب يحصل تنافر. نفس الكلام هنا، قطبين متشابهين يحدث تنافر. طيب ايه هو قانون التجاذب والتنافر؟ الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه تتجاذب. طيب بص هنا يا سيدي، لو عرفنا في الصوره دي ان اللي فوق ده يا مستر اس، يبقى اللي فوق ده عشان في تنافر يبقى ده اس وده ان، ولما ده ان يبقى ده اس عشان متجاذبين يبقى ده ان، وهكذا يبقى ده ان وده اس. يبقى انا من واحد بس عرفت كل المغناطيسيات. نيجي بقى للمجال المغناطيسي. يا شباب احنا اتفقنا ان في مجال كهربي وهو حيز حول الشحنه تظهر فيه اثار الشحنه. المغناطيسي هو حيز حول المغناطيس تظهر فيه اثار القوه المغناطيسيه. بيتمثل بخطوط المجال المغناطيسي وهي خطوط وهميه تمثل قوه المجال المغناطيسي. اشكال خطوط المجال المغناطيسي، يا اما يا مستر دي خطوط المجال المغناطيس، دي خطوط المجال لقطبين مختلفين اهو تجاذب، قطبين متشابهين تنافر اهو تنافر. طيب خواص الخطوط بقى، فاكرين خطوط المجال الكهربي؟ هي بالظبط. اولا خطوط وهميه لا تتقاطع، تبدا من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، تتزاحم عند القطبين وتتباعد بالابتعاد عنه. طيب لو وضعنا مجموعه مغناطيسيات زي كده فوق الايد ومشيناها على حاجات حديد، قال لي تنجذب يا مستر للحديد ده. طيب يبقى الفرق بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي ان المجال الكهربي هو المنطقه المحيطه بالشحنه، انما ده المنطقه المحيطه بالمغناطيس. يعبر عنه بخطوط اسمها خطوط المجال الكهربي، وده خطوط اسمها خطوط المجال المغناطيسي. خطوط المجال الكهربي هي خطوط وهميه لا تتقاطع، هنا هي خطوط وهميه لا تتقاطع، تبدا من الشحنه الموجبه وتنتهي عند الشحنه السالبه، تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، تنتهي عند أسطح الأجسام المشحونة ولا تخترقها، تتزاحم عند القطبين وتتباعد بالابتعاد عنه. بكده نكون الحمد لله خلصنا الدرس الثاني. الدرس الثاني سهل جدا وصغير جدا فمش محتاج، وإن شاء الله هنكمل مع بعض. يلا بينا نكمل حل الأسئلة. حجر طبيعي له القدرة على جذب الأجسام المصنوعة من الحديد وهو المغناطيس. مواد تنجذب للمغناطيس يبقى مواد مغناطيسية، لا تنجذب يبقى غير مغناطيسية. أداة قديمة تحديد الاتجاهات يبقى البوصلة. القطب الجغرافي للأرض اللي بيشير إليه القطب الشمالي للمغناطيس هو القطب الشمالي. طب والأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، ده قانون التجاذب والتنافر. المنطقة المحيطة بالمغناطيس وتظهر فيها تأثير قوتها مجال مغناطيسي. خطوط وهمية تمثل قوة المجال المغناطيسي وهي خطوط مجال مغناطيسي. القوة المغناطيسية المتبادلة بين المغناطيس ومادة مغناطيسية موجودة هي تجاذب ما دام مادة مغناطيسية.
يتواجد المغناطيس الصناعي على هيئة قضيب أو حدوة حصان أو مثلا حلقة أو إبرة. يمكن فصل نقط ونقط مغناطيسي. يمكن فصل المغناطيس من خليط براد الحديد ورمل باستخدام المغناطيس. فصل مخلوط ولا ايه؟ معلش. حلو. عند تقريب مغناطيسي الى قطعه من النيكل والالومنيوم فان النيكل ينجذب بينما مين لا ينجذب؟ الالومنيوم. الابره المغناطيسيه لاداه البوصله موضوعه داخل علبه من النحاس او البلاستيك. تمام كده؟ تمام. يرمز القطب الشمالي بN والقطب الجنوبي S. تنقسم المواد المعدنية إلى مواد مغناطيسية وغير مغناطيسية. يستخدم خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي برادة الحديد وفرشاة اسمها فرشاة مغناطيسية للكشف عن البصمات. عند تعليق مغناطيس حر فإن قطبه الجنوبي يشير إلى القطب الجنوبي للأرض. تنشأ بين القطب الشمالي للمغناطيس والقطب الجنوبي للمغناطيس آخر شمالي وجنوبي قوة تجاذب، بينما جنوبي وجنوبي تنافر. صح كده؟ تمام. تبدأ خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. تنتهي خطوط المجال نقط عند الأسطح المعدنية للمجال الكهربي، بينما تخترق خطوط المجال المغناطيسي الأسطح الرقيقة. المنطقة المحيطة بشحنة موجبة ويظهر فيها تأثيرها تسمى مجال كهربي، بينما المنطقة المحيطة بالمغناطيس اسمها مجال مغناطيسي. اختر. كل دول مغناطيسات صناعية ما عدا الحجر المغناطيسي. تنجذب الفلزات التالية إلى المغناطيس ما عدا الألمنيوم. عند تقريب مغناطيسي من خليط في برادة من فضة ونحاس وحديد وألمنيوم وكوبلت فإن الحديد والكوبلت بس اللي هينجذب. الشكل المقابل يمثل مغناطيسيين أحدهما على هيئة قضيب والآخر على هيئة حرف يو. عند تقريب المغناطيسيين إلى دبابيس يكون انجذابها أكثر عند النقطتين A و C اللي هي القطبية. يشير القطب الجنوبي لإبرة البوصلة إلى القطب الجنوبي للأرض. عند تقريب مغناطيسي من قطع من الكوبلت ينشأ بينهم قوة تجاذب. كل مما يلي يعبر عن كل من خطوط المجال الكهربي والمغناطيسي معا عدا أنها تتزاحم عند القطبين. طيب، علل يعد كل من الحديد والصلب مواد مغناطيسية لأنها تنجذب للمغناطيس. يعد النحاس والذهب غير مغناطيسية قال لي لا تنجذب للمغناطيس. كل الفلزات مواد مغناطيسية قال لي ليه؟ قال لي لأن الألمنيوم فلز وما بينجذبش، النحاس فلز وما بينجذبش. يستخدم خبراء الأدلة الجنائية فرشاة مغناطيسية للكشف عن البصمات قال لي لأن البرادة تلتصق على البصمات وتوضح بصمات الشخص. تزداد كثافة برادة الحديد عند قطبي المغناطيس قال لي لأن القوة المغناطيسية تزداد عند القطبين وتقل عند المنتصف. يستقر المغناطيس دائما متخذا اتجاه ثابت عند تعليقه تعليقا حرا. قال لي يا مستر لأنه ينجذب لمغناطيس الأرض. توجد الإبرة المغناطيسية للبوصلة داخل علبة من النحاس حتى لا تنجذب. لا تصنع البوصلة من الحديد برضو حتى لا تنجذب. المغناطيس المتحرك أسفل سطح لوح زجاجي يمكنه تحريك دبابيس موضوعة فوقه قال لي لأن المغناطيس المجال بتاعه بيخترق الأسطح الرقيقة. تتشابه خطوط المجال الكهربي وخطوط المجال المغناطيسي في بعض الخواص. المجال الكهربي والمغناطيسي الاثنين وهمية لا تتقاطع. القوى المتبادلة بين شحنتين متماثلتين تتشابه مع القوى المتبادلة بين قطبين قال لي أيوة لأنها اسمها تنافر. طيب،
قارن بين المجال الكهربي والمغناطيسي. الحيز حول الشحنة كهربي، الحيز حول المغناطيس مغناطيسي. خطوط المجال الكهربي والمغناطيسي الاثنين وهمية لا تتقاطع. دي تبدأ من الموجب وتنتهي عند السالب، دي تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. تجزئة المغناطيس الواحد على عدة أجزاء، قال لي كل جزء يوجد له قطبين. تقريب المغناطيس من ذهب وصلب، ينجذب الصلب ولا ينجذب الذهب. فرشاة مغناطيسية من برادة حديد ثم تمريرها، قال لي تلتصق برادة الحديد على البصمات. غمس مغناطيسي في برادة الحديد، قال لي يا برادة نيكل، قال لي ينجذب النيكل إلى القطبين بقوة وعند المنتصف يقل. تعليق قضيب مغناطيسي تعليقا حرا، قال لي يتخذ شكل أو يتخذ اتجاه ثابت. تقريب ساق من الألمنيوم من بوصلة مستقرة، قال لي لا يحدث شيء لأن الألمنيوم لا ينجذب للمغناطيس. تقريب قطب جنوبي من قطب شمالي يحدث تجاذب. تقريب قطب شمالي من قطب شمالي يحدث تنافر. ما وجه الاختلاف والتشابه بين القطب الشمالي المغناطيسي والقطب الجنوبي له؟ قال لي القطب الشمالي والقطب الجنوبي هم قطبين لنفس المغناطيس. قال لي تبدأ من القوى المغناطيسية من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. قال لي القوة عند القطب الشمالي والجنوبي متساوية. ما وجه التشابه بين شحنة كهربائية موجبة والقطب الشمالي للمغناطيس؟ الشحنة الكهربائية الموجبة تبدأ منها الشحنة، والشمالي المغناطيس يبدأ منه القوة المغناطيسية. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الدرس الثاني في الوحدة الثانية. فاضل لنا درس ونخلص الوحدة ونعمل لكم مراجعة، والسلام عليكم.